في الأيام الأخيرة تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب قصة اختفاء الطفلة سندس، وهي قضية أثارت الكثير من القلق والحزن بين المواطنين. فاختفاء طفل في أي مجتمع ليس خبراً عادياً، بل حدث يهز القلوب ويجعل الجميع يعيش حالة من الترقب والخوف. سندس طفلة صغيرة كانت تعيش حياة بسيطة وسط عائلتها، قبل أن تتحول قصتها في لحظة إلى موضوع يشغل الرأي العام. ومع انتشار الخبر بدأ الكثير من الناس يتساءلون: أين اختفت سندس؟ وما الذي حدث لها؟ عائلة الطفلة تعيش لحظات صعبة، خاصة جدتها التي ظهرت في مقاطع مؤثرة وهي تطلب المساعدة وتناشد كل من لديه أي معلومة أن يتواصل مع الجهات المختصة. كلماتها المليئة بالألم والحزن لمست قلوب الكثيرين، وجعلت آلاف الأشخاص يتفاعلون مع القضية على أمل أن تعود الطفلة إلى عائلتها سالمة. ومع انتشار الخبر بسرعة كبيرة على الإنترنت، ظهرت أيضاً العديد من الأخبار غير المؤكدة والشائعات، وهو ما يجعل من الضروري توخي الحذر وعدم نشر أي معلومات قبل التأكد من صحتها. ففي مثل هذه القضايا الحساسة يمكن للإشاعات أن تزيد من معاناة العائلة وتربك جهود البحث. اليوم يبقى الأمل قائماً في أن يتم العثور على سندس في أقرب وقت، وأن تنتهي هذه القصة بعودة الطفلة إلى حضن عائلتها. كما يبقى تضامن المجتمع وتعاون الجميع أمراً مهماً في مثل هذه الظروف. وفي النهاية، إذا كان لدى أي شخص معلومات يمكن أن تساعد في كشف الحقيقة، فمن الأفضل التواصل مباشرة مع الجهات المختصة، لأن أي معلومة مهما بدت بسيطة قد تكون المفتاح الذي يقود إلى العثور على الطفلة. نسأل الله أن تعود سندس سالمة إلى عائلتها، وأن تنتهي هذه القصة بفرحة تعيد الطمأنينة إلى قلوب الجميع.